السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسماء البستاوي، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي تعملي شنطه من فتافيت السكر المدور مع اللولي بخطوات سهله وبسيطه جدا، وتفاصيل هتفرق معاكي قوي في شغل فتافيت السكر المدور او الهرمي. كمان هنتعلم ازاي تركبي الايد في القلاب على طول، مش في جسم الشنطه زي ما احنا متعودين في كل الفيديوهات اللي فاتت. ويا ريت لو بتهتمي بالنوعيه دي من الفيديوهات ما تنسيش اللايك، لانه بيرفع الفيديو وبيساعد ناس كتيره تشوفه، وان شاء الله تستفاد منه. يلا بينا نشوف الخامات والطريقه مع بعض. واول حاجه بالنسبه للخامات، انا معايا هنا لولي مقاس 8. طبعا الخامات كلها النهارده مستورده، خامات عاليه جدا علشان تبقى متماشيه مع بعضيها. تمام. يبقى انا معايا اول حاجه لولي مقاس 8 سي سي بي مستورد. كمان معايا فتافيت السكر المدور، ده مقاس 12. تمام. طبعا في منه كمان مقاس 14. عايزه اقولك ايا كان المقاس والوزن، الخامه دي بجد بتبقى خفيفه جدا وممتازه جدا في الشغل. يعني الشنطه لو اكبر من كده ما تفكريش ان هي هتبقى تقيله. تمام. فانا هنا عملت النسبه والتناسب بتوعي، اللي هو مقاس 12 فتافيت ومقاس 8 لولي. وبالتالي الفتافيت السكر هستخدم معاه مقاس 60 وانا مغمضه. مقاس 70 هيبقى صعب جدا في التشطيب والشغل. كمان مقاس 60 مناسب قوي لاي حجم فتافيت السكر، مقاس 14 12 او مدور او هرمي. واول حاجه هبتدي ان انا اعملها، هبتدي ان انا الضم 4 خرزات، لكن واحده من اللولي وواحده من الفتافيت، وهرجع تاني احط واحده من اللولي وواحده من فتافيت السكر. تمام. معايا 4 خرزات بالشكل ده. وخطوه مهمه برضو ان انا لازم اساوي الخيط بتاعي، عشان اتفادى ان انا وانا شغاله الخيط بتاعي يبقى فرده طويله وفرده قصيره. عشان كده احنا دايما بنحاول ان احنا نساوي الخيط بتاعنا علشان الشغل بتاعي يبقى مظبوط. تمام. بمسك الجنب اللي فيه اللولي، والجنب التاني اللي طالع من فتافيت السكر برجع في الخرزه تاني هياها مره تانية، بحيث ان انا اعمل الحلقة. ومن الحلقة دي ببتدي اسحب طرف الخيط التاني اللي انا كنت ماسكاه وكان طالع من اللولي بالشكل ده. تمام. هبتدي ان انا اسحب طرفين الخيط لغاية ما العقدة او الربطة اللي انا عملتها تثبت معايا تحت الخرزة. طبعا انت لو شغالة بخيط مقاس 70 انسي ان الحركة دي تتعمل. هتخلي كمان حتى لو اتعملت هتخلي الخرزة بتاعت فتافيت السكر المدور دي تتكسر. بعد كده هاجي على طرف الخيط الاولاني واحط فيه واحده من اللولي، والطرف التاني هبتدي ان انا احط واحده من اللولي وواحده فتافيت السكر. تمام. بسيب اللولي وبرجع في فتافيت السكر مره تانية. بعد كده بعمل حلقه وبسحب منها طرف الخيط التاني اللي انا حطيت فيه واحده بس من اللولي. طبعا ده شكل الغرزه الرباعيه بتاعتي النهارده، وتكوينها بيكون كده، بحيث ان الشكل النهائي بتاعها يبقى معايا بالشكل ده. الجنبين لولي، والخط المستقيم اللي في النص هو فتافيت السكر. معايا طرفين الخيط مرة تانية هنعيدها. مجموع الخرز عبارة عن 3، واحدة من اللولي في الجنب ده، والاتنين التانيين واحدة برضو من اللولي وواحدة من فتافيت السكر اللي انا برجع فيها تاني. بسيب اللولي، برجع في فتافيت السكر بالشكل ده، بحيث ان انا اعمل الحلقة. ونفس الحلقة دي بعدي منها طرف الخيط التاني اللي انا حطيت فيه واحدة من اللولي من البداية. تمام. ببتدي ان انا اسحب، بتتكون معايا غرزة رباعية. وخطوة مهمة جدا ان انا لازم اسحب طرفين الخيط لغاية ما العقدة اللي انا عاملاها دي تثبت معايا، طبعا علشان الشغل معايا في الاخر يبقى مشدود ويبقى مظبوط جدا. تمام. وهكذا هكرر نفس الخطوات، وهي ان انا باجي على طرف من اطراف الخيط وببتدي ان انا احط خرزة واحدة من اللولي. تمام. اما الطرف التاني ببتدي ان انا اضيف واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر، وبرجع في فتافيت السكر علشان اعمل الحلقة او الدايرة. بعد كده بسحب طرف الخيط التاني بحيث ان انا اعمل الربطة واثبتها طبعا تحت الخرزة علشان شغلي يبقى مظبوط معايا. تمام. بنفس الخطوات ونفس الطريقة اللي احنا عاملينها مع بعض كده، بحيث ان انا اعمل صف من الغرز الرباعية اللي بنفس الطريقة ونفس الخطوات. وهكذا هكمل الجزء ده لغاية ما اعمل 14 غرزة، برغم ان انا محتاجة يكونوا 15، لكن طبعا اخر غرزة بتتعمل بطريقة مختلفة. زي ما انتم شايفين انا عملت 14 غرزة همت بنفس الطريقة. الخيط معايا لفوق، فانا عايزاه يجي جانبي وفي نفس الوقت اعمل الغرزة الاخيرة. هاجي على اي طرف من الاطراف على حسب راحة ايدك، وهبتدي ان انا احط واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر وواحدة كمان من اللولي. يعني الثلاث خرزات اللي انا شغالة بيهم من ساعتها هحطهم مرة واحدة بالترتيب ده. تمام. هسيب خرزتين وهرجع في اللولي الاخيرة
بعمل الحلقة وببتدي ان انا اسحب طرف الخيط التاني. هتتكون معايا الغرزة رقم 15 وكمان اتجاه الخيط بتاعي هيجي على جنب. وطبعا لازم اثبت برضو العقدة في الخرزة اللي احنا شغالين عليها اهو. طرفين الخيط جم على جنب علشان جاهزين يعملوا صف جديد معايا. تمام، تعالوا بقى نشوف الصف الجديد هنعمله ازاي برضو علشان اكمل الشغل بتاعي. وبرغم ان ده صف واحد بس لكن هتحس ان هو مشدود وشغلك مظبوط جدا. تمام، ولو ما طلعش مشدود معاكي قوي عادي برضو دوت اول صف مفيش مشكلة. مهم ان انت تتبعي الخطوات وتعملي بنفس الطريقة. هاجي على طرفين الخيط، في طرف جوه وطرف بره. تمام، شغلي كله هيبقى على الطرف اللي بره والطرف اللي جوه هيبقى بيعدي في الخرز اللي متاح او اللي قبل ده. تعالوا نشوف من قريب كده الخطوات هتبقى عاملة ازاي. هاجي على الطرف اللي بره، وطبعا بما ان دي اول غرزة رباعية فانا معايا في الخيط خرزة واحدة يبقى هضيف 3. هحط واحدة من فتافيت السكر، واحدة من اللولي، واحدة كمان من فتافيت السكر الترتيب ده، وهسيب 2 وهاجي على التالتة الاخيرة هرجع فيها مرة تانية بحيث ان انا اعمل الحلقة واسحب طرف الخيط التاني. تمام بالشكل ده هتبتدي انها تتكون معايا غرزة رباعية بنفس الشكل الغرزة اللي احنا شغالين بيها من ساعتها، وبثبت العقدة بتاعتي وبتكون شكلها كده. تمام، بعد كده انا محتاجة اكمل الصف ده، فهاجي على طرف الخيط اللي جوه وهعديه في اللولي او واحدة بس من اللولي، والطرف اللي بره هبتدي ان انا احط فيه خرزتين علشان الخيط فيه خرزتين. هبتدي ان انا احط واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر اللي انا بقفل فيها اهو. فتافيت السكر برجع فيها تاني، بعد كده بعمل الحلقة وبسحب طرف الخيط بكل سهولة. اتكونت معايا غرزة رباعية كمان علشان تبتدي انها تمشي وتعمل لي صف كمان شبه الاولاني اللي احنا لسه عاملينه. هاجي على طرف الخيط اللي جوه وهعدي في الخرزة كده اللي هي اللولي، والطرف اللي بره هبتدي برضو ان انا اضيف خرزتين، واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر. تمام، بحيث ان انا برجع برضو في فتافيت السكر واعمل الحلقة واسحب طرف الخيط التاني. شغل فتافيت السكر برغم ان الخرزة بتبقى يعني مش واسعة لكن برضو ما يستحملش شغل اللي هو عكس عكاز، لازم دايما تشتغلي بنظام الرابطة او العقدة. وهكذا هكمل الصف ده بنفس الخطوات، ان انا بعدي في اللولي بالخيطة الجانبية بتاعته، وطرف الخيط اللي بره هو المسؤول عن الخرز الجديد. بحط واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر، برجع في فتافيت السكر بالشكل ده وبسحب طرف الخيط التاني، وهبتدي ان انا اكمل الجزء ده لغاية ما اوصل لبرضو الغرزة رقم 14 و15 هنشوف مع بعض هنعمل فيها ايه. تمام، انا دلوقتي ماشيه ولقيت الخيط خلص معايا، حبيت برضو اعرفكم الخطوه دي تعملوا فيها ايه قبل ما نوصل لرقم 14 اللي احنا اتفقنا عليه. معايا طرفين الخيط اهو، المفروض ان انا هعدي طرف الخيط في اللولي عادي جدا، وطرف الخيط اللي بره هبتدي ان انا احط فيه واحده من اللولي وواحده في تفيت السكر واشتغل. تمام، لكن انا هعمل هنا العكس، يعني بدل ما اعدي طرف الخيط هنا تمام لا هعمل العكس. هاجي على طرف الخيط الطويل اللي بره وهبتدي ان انا احط فيه الخرزتين بتوعه عادي جدا، واحده من اللولي وواحده من فتافيت السكر. تمام، بعد كده نفس طرف الخيط ده هخليه هو اللي يعدي في اللولايه اللي المفروض الطرف التاني كان يعدي فيها. يعني بصوا من قريب اهو، طرف الخيط ده معداش اهوت في الخرزه دي، الطرف التاني اللي انا حطيت فيه الخرز هو اللي هخليه يعدي او يرجع في الخرزه دي. هتتكون معايا الغرزة الرباعية، وكمان هبتدي ان انا اربط الخيط بتاعي، هيبقى عندي مساحة او مكان ابتدي ان انا اخفي فيه العقدة بتاعتي. الحركة دي او التركة دي يعني في ناس كتيرة ممكن ما تقولهاش لكن بجد بتفرق قوي في شغل فتافيت السكر بالذات. هو عموما في شغل الشنط عموما يعني الخطوة دي حلوة قوي، وبتخلي فكرة العقدة او الربطة معاكي تبقى اسهل بكتير انك تخفيها، وانك كمان ما تعملكيش مشكلة بعد كده في الشغل. تمام، بعد ما ربطت 3 ربطات هبتدي ان انا اعدي طرفين الخيط في اللولي، وطبعا زي ما انتوا عارفين اللولي اصلا الفتحة بتاعته بتكون اكبر من فتافيت السكر، فبالتالي هقدر اعدي فيها العقدة بتاعتي بكل سهولة. تمام، بعد ما عديت طرفين الخيط وشديت العقدة بتاعتي كويس هبتدي ان انا اقص الخيط الزيادة، وهتكون كده العقدة مختفية. بصوا ملهاش اي اثر نهائي، شغلك مظبوط وكمان تشطيب شغلك مظبوط جدا. وكمان دلوقتي لما تيجي تضيفي الخيط الجديد اللي عليه الدور هيعدي بكل سهولة في الخرز اللي عليه الدور. هبتدي ان انا اضيف اهو، الخيط كان واقف اصلا في الخرزة دي المفروض،
فانا هوقفه هنا برضو عادي، وهبتدي ان انا اشتغل بشغل الطرفين عادي جدا، اللي هو ايه، اللي انا بعدي طرف الخيط في اللولية اللي في الجنب، تمام، وطرف الخيط اللي بره بحط فيه الخرزتين اللي هي واحدة لولي وواحدة فتافيت السكر. يبقى انا كده شغالة غرزة رباعية عادية، لكن برضو خطوة مهمة ان انا لازم في الخطوة دي اساوي طرفين الخيط بتوعي. تمام، اهو طرف الخيط اللي جوه انا عديته خلاص في اللولية اللي عليها الدور، وطرف الخيط اللي بره ده هو اللي هحط فيه واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر اهو. وكالعادة هرجع برضو بفتافيت السكر واسحب طرف الخيط التاني. في حالة ان انت الخيط اصلا ما قصرش معاكي وكان مظبوط، هتستمري لغاية ما نوصل للغرزة الرباعية دي اللي هي رقم 14. يعني انا فاضل لي غرزة رباعية اخيرة واخر واحدة دي علشان ابتدي ان انا اقفل الصف ده. ببتدي ان انا اعدي طرف الخيط، لكن هنا بدل ما بحط الخرز في الطرف ده، لا، هحطه في نفس الطرف اللي انا لسه معدياه دلوقتي في خرزة اللولي، اللي هو الطرف الخارجي. تمام، هبتدي ان انا احط واحدة من فتافيت السكر وواحدة من اللولي بالشكل ده، وهسيب فتافيت السكر وهرجع في اللولي مرة تانية، بحيث ان انا اعمل الحلقة دي واسحب طرف الخيط التاني بالشكل ده. هتتكون معايا غرزة رباعية اخيرة، وكمان طرفين الخيط هيجوا على الجنب علشان ابتدي ان انا اعمل الصف التالت. تمام، زي ما انتوا شايفين اهو اتعملت معايا الغرزة الرباعية الاخيرة وطرفين الخيط جم على جنب. تمام، هبتدي ان انا اعمل الصف التالت. طب الصف التالت بيتعمل ازاي؟ بنفس طريقة الصف التاني والرابع والخامس والسادس، على حسب ما انت عايزة. هي عبارة عن خطوات بتكرريها، اهم حاجة التركات اللي هي بس في النص دي تاخدي بالك منها. فانا هاجي على الطرف اللي بره برضو واحط واحدة فتافيت وواحدة لولي وبعدين واحدة فتافيت بالشكل ده، وهسيب 2 وهرجع في التالتة واسحب طرف الخيط التاني. هتتكون معايا الغرزة الرباعية الاولانية خالص بالشكل ده، وطبعا لازم اثبت العقدة او الربطة بتاعتي، وهيبقى معايا طرفين من الخيط. الطرف اللي جوه كالعادة بعديه في اللولي واحدة واحدة، طبعا مش 2 مرة واحدة، لا، واحدة واحدة. تمام، اما الطرف التاني ببتدي ان انا اضيف الخرز بتاعي. تمام، يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بكرر نفس الخطوات اللي انا عملتها في الصف التاني. فانتي لو بس عملتي اول صفين من اي شنطة، اعرفي ان انتي هتكملي باذن الله الشنطة كلها بنفس الطريقة ونفس الخطوات، بس اهم حاجة تحفظي الخطوات اللي بتكرريها. تمام، وتحفظي كمان الخطوات اللي هي اول الغرز او اول الصف ونهاية الصف. عرفتي تبدأي اول الصف ازاي بكام خرزة والشغل ده، بعد كده بتكرري الصف اللي في النص، الجزء اللي في النص كله مكرر، بس زي ما انتوا شايفين اهو انا بعدي في اللولي في الجنب، والجنب اللي بره بحط فيه خرزتين، يعني كلهم شبه بعض. باجي بس على الغرزة الاخيرة وببتدي ان انا ابدل ما بين الخيط. لو عرفتي الخطوات دي مهما كان حجم الشنطة هتقدري تعمليها بإذن الله. وعلى فكرة الغرزة الرباعية عموما بتبقى سهلة جدا جدا جدا، محتاجة بس تعود وايديك انك تاخد على الشغل. لكن انا معاكي ان في غرز تانية زي مثلا الخماسية والسداسية، وفي شنط بتبقى محتاجة ميكس كده ما بين كل الغرز مع بعضيها، هي دي اللي بتبقى محتاجة ترتيب شوية. لكن الشنط اللي دايما معمولة بغرز رباعية ايا كان الخرز هو ايه، لولي بس او فتافيت السكر بس او حتى دمجتيهم زي ما احنا عاملين كده النهاردة، بتبقى عبارة عن خطوات مكررة وثابتة معايا. فبالتالي انا هنا هعمل ايه؟ هكرر برضو نفس الخطوات لغاية ما اوصل لرقم 14. وبعد كده لما اوصل لرقم 14 او الغرزة رقم 14، هاجي على 15 ديت واعملها بنفس الطريقة اللي انا بشتغلها على بره، يعني طرف الخيط اللي بره هو اللي بحط فيه الخرزتين. تمام، زي ما اتفقنا. وبعيدها تاني، الصف التاني لو عرفتي تعمليه هو بتكرريه بس مش اكتر. تمام، وهكذا انا هكرر نفس الخطوات لغاية ما اوصل للقطعة اللي انا محتاجاها، وطبعا كالعادة هنعرف حجمها او عدد الغرز بتاعتها كام في كام دلوقتي. تمام، زي ما انتوا شايفين دي القطعة اللي انا محتاجاها. القطعة دي عبارة عن 15 في 25، يعني الجزء ده اللي هو العرض اللي احنا عاملينه من البداية ده 15 غرزة. تمام، هتعديهم كده هيطلعوا معاكي 15. وطبعا ده عدد فردي ولازم يتعمل عدد فردي، عايزة تصغريها تكبريها لازم يبقى عدد فردي. اما بالنسبة للطول او القطعة دي كلها هتبقى عبارة عن 25 غرزة رباعية. وطبعا الشنطة دي بجد من اسهل الشنط اللي ممكن تعمليها، لان الجسم بتاع الشنطة لازق في القلاب، يعني مش لسه هتعملي كمان قلاب للشنطة، لا، احنا هنا عاملين الجزء الامامي وكمان القاعدة وكمان ظهر الشنطة وكمان القلاب بتاع الشنطة. يعني كل اللي هتعمليه دلوقتي هو بس هتقفلي الجناب وهتعملي لها الايد بتاعتها.
وطبعا احنا هنشوف الخطوات دي برضو مع بعض. طبعا بتجزئي الجزء بتاعك او الشغل بتاعك ل3 اجزاء. في الشنطة العادية هنا هنجزئها ل4 اجزاء زي ما انتم شايفين كده. 8 3 8 6، يعني 8 الواجهة والقاعدة 3، وبعد كده 8 زيهم برضو اللي هو الظهر، وبعد كده ال6 دول اللي هم القلاب بتاع الشنطة. تمام، يبقى انا كده عملت جسم الشنطة كله بالقلاب. تمام، هو التجزئة بتاعته هيبقى بالشكل ده اهو، والقلاب اهو. يبقى انا كل اللي انا محتاجاه دلوقتي ان انا اقفل الجناب بتاعتي، وبعد كده اعمل ايد الشنطة. يلا بينا نقفل الجناب مع بعض ونشوف الخطوات بتاعتها، لانها برضو باذن الله هتكون خطوات سهلة جدا وهتقدري ان انتي تعمليها بكل سهولة. ان انا افرد القطعة بتاعتي بالشكل ده. تمام، بعد كده هاجي على الجنب بتاع المجسم بتاع الشنطة، وهاجي على اول خرزة بالشكل ده واعدي منها الخيط واسويه. طبعا انا كان معايا باقي الخيط لسه من اخر صف دوت، فجبته على جنب بس وهشتغل بيه واكمل بيه عادي جدا. تمام، لكن انت لو مش معاكي الخطوة دي هتضيفي خيط عادي جدا وتعديه في الخرزة دي. همسك طرف الخيط اللي جوه وهاجي على الطرف اللي بره، هبتدي ان انا اعمل غرزة رباعية بداية الصف اللي احنا متعودين عليها عادي جدا. هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات زي ما اتفقنا ان بداية كل صف جديد لازم يبقوا 3 خرزات. بعد كده الصف بقى التكملة بتاعته من النص بتبقي بتضيفي خرزتين 2 بس. هحط واحدة لولي، بعد كده واحدة من فتافيت السكر، وبعد كده واحدة كمان من اللولي. يبقى هما دول ال3 خرزات اللي انا هبدأ بيهم الجنب بتاعي. وكالعادة هسيب 2 وارجع في التالتة، وبعد كده بسحب طرف الخيط التاني بحيث تتكون معايا غرزة رباعية، وكمان ابقى عملتها برضو بالعقدة او الربطة. تمام اهو، بسحب كده طرفين الخيط لغاية ما اتأكد ان العقدة ثابتة معايا. طبعا الغرزة الرباعية بتبقى لبره، لكن انا بعد كده بتنيها لجوه كده علشان شغلي يبقى مظبوط، لكن علشان بس وانا بعملها دلوقتي بعملها لبره عادي جدا. تمام، بعد كده معايا طرف الخيط اللي جوه ببتدي ان انا اعديه في الخرزه اللي عليها الدور. واحنا النهارده الخرز اللي هيبقى عليه الدور الجانبي زي ما انتم شايفين هو عباره عن فتافيت السكر مش اللولي زي ما احنا كنا شغالين في جسم الشنطه. فهبتدي ان انا اعدي طرف الخيط اللي جوه في واحده من فتافيت السكر دي، والطرف اللي بره هبتدي ان انا اضيف الخرز بتاعي اللي هما خرزتين عباره عن واحده من فتافيت السكر وواحده من اللولي اهو. واحده من اللولي، انا بنهي هنا في اللولي مش في فتافيت السكر علشان الترتيب بتاعك يبقى مظبوط. واسحب طرف الخيط التاني وبتتكون معايا غرزة رباعية. تمام، طبعا انا هنا شغالة على الجنب بتاع الشنطة او الطرف بتاع الشنطة عشان ابتدي اوصل للقاعدة بتاعتي علشان اجمعهم الاتنين ببعض واطلع بيهم صف كمان. فانا هبتدي امشي بنفس الخطوات اللي هي بعدي طرف الخيط اللي جوه في فتافيت السكر، والطرف اللي بره بضيف فيه 2 من الخرز، واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر، لكن ببتدي بفتافيت السكر الاول وبعد كده اللولي، وبنهي في اللولي بحيث ان انا برجع فيها تاني بعمل الحلقة وببتدي ان انا اسحب طرف الخيط التاني، والعقدة والربطة كلها بتبقى في اللولي زي ما انتم شايفين كده. تمام اهو، انا عملت كده 3 غرز رباعية. طيب انا محتاجة اعمل كام؟ زي ما انتوا عارفين ان احنا الواجهة بتاعة الشنطة والظهر هيبقى عبارة عن 8 زي ما احنا جزأناهم من شوية وقلنا 8 3 8 6. ال6 اللي هو القلاب وال3 اللي هو القاعدة، يبقى انا الوش والظهر بتوعي 8. فانا هعمل هنا بنفس الخطوات 7 غرز مش 8، هعملهم 7 بس، لان دايما التامنة او الاخيرة بحاول ان انا ادمج فيها ما بين الجنب والقاعدة علشان يديني الشكل الجنب على طول. لكن انا لو مشيت بنفس الخطوات دي لغاية ما عملت التامنة والتاسعة يبقى انا كده ما عملتش حاجة. انا مش عايزة افضل ماشية، انا همشي لغاية ما اعمل 7 غرز بس. تمام، هعملهم ونرجع تاني مع بعض نشوف اخر واحدة هنعمل فيها ايه. زي ما انتم شايفين اهو عملت 7 غرز رباعية، وهاجي على التامنة، ولازم تاخدوا بالكم من التركة اللي احنا هنشوفها دلوقتي علشان ابتدي ان انا اقفل الجنب. هاجي على التامنة اللي المفروض ان انا بعدي فيها هي لوحديها واعمل غرزة عادية جدا، لكن انا هعدي فيها وفي اللي بعديها على طول. ليه بعمل كده؟ اهو عديت في رقم 8 وهعدي في رقم 1 بالنسبة للقاعدة. احنا قايلين ان القاعدة كام؟ قايلين ان هي 3، فدي بالنسبة للقاعدة اول واحدة فيها. يبقى انا بعدي في الاتنين فتافيت السكر دولت مرة واحدة بحيث يبقى الخيط معايا فيه 3 خرزات، وهضيف خرزة واحدة بس بحيث انها تضم الجزء ده على بعضه وتديني الشكل القاعدة اللي انا محتاجاه. تمام،
يبقى انا فايدة الخطوة دي بتعمل لي كذا حاجة. اول حاجة انها بتعمل لي غرزة رباعية رقم 8. تاني حاجة انها بتقفل لي القاعدة وبتلزق بمعنى اصح يعني الجنب في القاعدة على طول. تمام، تعالوا كده نوضح الشغل مع بعض من قريب اهو. يبقى انا كنت واقفة في اللولي وعديت في الاتنين فتافيت السكر، يبقى انا فاضل لي واحدة بس. تمام معايا طرفين الخيط، هاجي على اي طرف وهبتدي انا احط واحدة من فتافيت السكر وبرجع فيها تاني، وبعد كده بسحب الطرف التاني من العقدة اللي انا لسه عاملاها اهو. عايزاكم تاخدوا بالكم من النقطة دي، انها هي اتكونت معايا غرزة رباعية عبارة عن 3 فتافيت سكر وواحدة من اللولي اللي انا كنت واقفة فيه. عادي جدا ما تستغربيش، هي هتبقى كده دايما. اخر غرزة ديت يا بتكون كلها لولي يا بتكون كلها فتافيت السكر، فاحنا هنا كلها فتافيت السكر علشان تبقى ال3 خرزات اللي هم اساسي في القاعدة من تحت يبقوا زي بعض ويظبطوا معايا الشغل، ما يبقاش مش مظبوط. تمام، بعد كده معايا طرفين الخيط. طبعا الطرف اللي تحت هبتدي ان انا اعديه في الخرزة فتافيت السكر اللي هي تاني واحدة في القاعدة. يعني احنا عملنا كده اول صف من القاعدة، فاضل لنا صفين. هاجي على الصف التاني وهعدي فتافيت السكر اللي هي دي، ونفس الطرف ده هبتدي ان انا اعمل بيه الغرزة الرباعية اللي هطلع بيها. بحط واحدة من فتافيت السكر وواحدة من اللولي، برجع في اللولي وببتدي ان أنا اعمل حلقة واسحب طرف الخيط التاني. هتتكون معايا غرزة رباعية شبه اللي جنبها اللي احنا لسه قافلينها دلوقتي حالا. تمام، هبتدي ان انا اطلع بالصف ده. هطلع بيه ازاي؟ هبتدي ان انا طرف الخيط اللي في الجنب بعديه في الخرزة اللي عليها الدور اللي هي واحدة من فتافيت السكر، واحدة بس، والطرف التاني هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين. شفتوا كده لما بدأنا الشنطة من البداية وكنا بنعمل صف جانبي كمان، هي نفس الخطوات بالظبط. صف او الخيط اللي في الجنب بعديه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيطة اللي بره اللي هي دي ببتدي ان انا اضيف الخرز الجديد عبارة عن واحدة من فتافيت السكر وواحدة من اللولي. تمام، برجع في اللولي وببتدي ان انا اسحب طرف الخيط التاني. هتتكون معايا غرزة رباعية شبه اللي جنبها بالظبط. تمام، هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط اهو تاني في الخرزة اللي عليها الدور، وطرف الخيط اللي بره هبتدي فيه او هضيف فيه خرزتين، واحدة من فتافيت السكر وواحدة من اللولي اهو. فتافيت السكر بعد كده اللولي، هرجع فيها واعمل غرزة رباعية، وهكذا هكمل الصف ده لغاية اللي قبل الاخيرة. تمام، احنا اتفقنا ان هما 8، فانا هبتدي اشتغل نفس الشغل ده لغاية ما اعمل 7 غرز، وهنشوف الاخيرة هنعمل فيها ايه مع بعض. تمام، زي ما انتوا شايفين اهوت، هاجي على الخيطة دي وهبتدي برضو ان انا اعديها فتافيت السكر، لكن هي نفس الخيطة اللي انا عديتها هي اللي هضيف فيها الخرز، مش الخيطة التانية اللي انا شغالة بيها من ساعتها. تمام، يعني انا الخيطة دي اللي انا شغالة بيها من ساعتها، لا انا هحط الخرز في الخيطة دي اللي هي بره. هبتدي ان انا اضيف ايه، هحط واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر. تمام، انا من ساعتها بحط واحدة فتافيت سكر واحدة لولي، لا هنا هعمل العكس. هبتدي ان انا اضيف اللولي لان انا عايزاه يبقى فوق، وبعدين واحدة من فتافيت السكر وبرجع فيها، وبعد ما برجع فيها ببتدي اسحب طرف الخيط التاني في العقدة او في الربطة او الحلقة اللي انا عاملاها دي اهو. اتقفلت معايا وبقت زي الفل مظبوطة، وكل خطواتي مظبوطة جدا. هبتدي كده ان انا عملت صفين بتوع القاعدة، فاضل لي صف واحد بحيث ان القاعدة بتاعتي تبقى 3، يعني الجنب كمان 3. وبالمناسبة لازم دايما الجنب بتاعك او القاعدة بتاعتك تكون عدد فردي 3 5 7 وهكذا. هبتدي ان انا طرف الخيط اللي بره هحط فيه واحدة من اللولي. تمام، واجي على الفتافيت اللي المفروض ان انا اعدي فيها اهو، بعد برضو عشان شغلي يبقى مظبوط. بسيب واحدة اللي هي بتاعة القاعدة اهي التالتة، وبعد كده بظبط شغلي كده وبشوف الخرزة اللي المفروض اعدي فيها وبعدهم اهم 8 اهي هي دي. هبتدي بنفس طرف الخيط اللي بره اللي انا حطيت فيه واحدة من اللولي هعدي فيها. تمام، هعدي في دي. تمام، هعدي كده. تمام كده، وفي اي طرف من الاطراف هبتدي ان انا اضيف واحدة من اللولي بس. يعني ايه؟ يعني انا الصف ده كله اللي انا التالت اللي انا بكمله ده هكمله كله بلولي بس، مش هستخدم فيه فتافيت السكر خالص، علشان اساسا انا معايا فتافيت السكر في الجوانب.
يعني الصف ده فيه فتافيت السكر والصف ده كمان، كل اللي انا بضيفه بس اللولي فقط لا غير. نشوف الخطوة دي تاني مع بعض. معايا طرفين من الخيط، الطرف ده بيعدي في فتافيت السكر اللي تحته على طول اللي هي عليها الدور. تمام اهو، ابتدي كده ان انا اعديها. تمام خلاص كده، وهاجي على الطرف التاني وهعديه برضو في فتافيت السكر اللي هي قصادها على طول واللي هي تحت الخيطة مرة واحدة. يبقى كل طرف من الاطراف تحتيه خرزة، هو ده اللي هو بيعدي فيها او عليها. تمام اهو، بعدي كده طرف الخيط فيها، اصبح معايا في الخيط 3 خرزات، يبقى انا فاضل لي واحدة وطبعا هي من اللولي. تمام اهو، واحدة من اللولي وبرجع فيها، بعد كده بسحب طرفين الخيط، بقفل الجنب بتاعي عادي جدا مفهوش اي حاجة. طبعا انا هكمل الصف ده كله بنفس الطريقة ونفس الخطوات، وهو اللي انا بعدي في الجنب ده في واحدة من فتافيت السكر والجنب التاني زيه، بعد كده بضيف في اي طرف من الاطراف واحدة بس من اللولي لغاية النهاية، هتبقى بنفس الخطوات برضو. تمام زي ما انتوا شايفين اهو، انا خلصت الصف التالت والاخير اللي هما 3 بتوع الجنب اللي هما برضو 3 بتوع القاعدة. تمام، وطبعا هاجي على الجنب التاني وهشتغل بنفس الطريقة ونفس الخطوات عشان انا عايزة الجنبين يبقوا زي بعض. اهم حاجة تحددي المكان اللي انت شغالة فيه، وبتشتغلي من بره كده لجوه لغاية ما تعملي 3 صفوف بالطول. من اول هنا كده هعدي الخيط هنا وامشي صف، وبعدين ارجع في صف، وبعدين ارجع بصف تاني اللي هو عبارة عن لولي بس بيقفل لي الصف ده. تمام، وطبعا زي ما انتم شايفين انا خلصت الجوانب بتاعتي، الجزئين اهم خالصين، جسم الشنطة خالص وكمان القلاب. كل اللي انا هعمله دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي تعملي الايد اصلا وازاي كمان تركبيها. تمام، لو لاحظتوا هنا ان القلاب العدد بتاعه زاد، يعني انا زودت عدد القلاب بتاعي. طبعا هو الاساسي بتاعه عبارة عن 6، لكن انا حبيت ان القلاب يكون اطول شوية، فخليته بدل ما يبقى 6 خليتهم 9، يعني زودت على ال6 غرز اللي احنا عاملينهم من البداية على القلاب دول 3 صفوف. طبعا دي خطوة ممكن تعمليها وممكن لا، لكن للأمانة بتطلع شكلها مظبوط اكتر، وكمان القلاب بتاعك بيبقى شكله مكسي كده على الشنطة، فبيديها شكل اشيك ومبيبقاش قصير كده ومش احسن حاجة. تمام، هبتدي ان انا اشتغل دلوقتي الايد، نشوف الخطوات بتاعت الايد ازاي وبعد كده نركبها سوا مع بعض. طبعا انا برضو هستخدم اللولي وفتافيت السكر اللي احنا شغالين بيهم من ساعتها، بس في الخطوة دي بستخدم لولي اكتر من فتافيت السكر. ويلا بينا نشوف الطريقة. ببتدي ان انا اجيب برضو خيط مقاس 60، هبتدي ان انا احط واحدة من فتافيت السكر. تمام، والجنب ده واحدة من اللولي والجنب التاني واحدة من اللولي، وبقفل في واحدة من فتافيت السكر. تمام، يبقى انا برضو معايا 2 فتافيت و2 لولي، لكن انا موزعاهم بالشكل ده. تمام اهو، هبتدي امسك الجنب اللي فيه اللولي والجنب اللي فيه فتافيت السكر، برجع بنفس الخيطة اللي طالعة منه بحيث ان انا اعمل غرزة رباعية عادية جدا زي اللي بدأنا بيها الشنطة. تمام، وهبتدي ان انا اسحب بالشكل ده، تتكون معايا غرزة رباعية شكلها كده. تمام، بعد كده معايا طرفين الخيط، هاجي على طرف او جنب من الجوانب وهبتدي ان انا اضيف واحدة بس من اللولي. تمام، والجنب التاني هبتدي ان انا اضيف واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر، وبرضو برجع في فتافيت السكر بالشكل ده، وببتدي ان انا اسحب كده واعدي طرف الخيط التاني. يبقى انا كده عملت غرزة رباعية كمان مرة برضو فيها فتافيت السكر. كده ان احنا لغاية دلوقتي لسه مدخلناش في اللولي بس. تمام، مجموع فتافيت السكر يعني مجموع الشغل اللي انا عملته هما غرزتين، لكن مجموع فتافيت السكر 3. هبتدي ان انا ادخل في اللولي، هعمل ايه؟ هعمل غرزة رباعية عادية جدا لكن كلها من اللولي. يعني ايه؟ يعني هبتدي اخد 3 خرزات من اللولي، قرب بس شوية كده اهو، طرف هبتدي ان انا اضيف فيه خرزة واحدة بس، والطرف التاني هبتدي ان انا اضيف فيه خرزتين اهو، والطرف التاني هبتدي انا اضيف فيه خرزتين من اللولي. كالعادة بسيب واحدة وبرجع في التانية، بعمل الحلقة وببتدي ان انا اسحب طرف الخيط التاني. لو انتي متابعة معايا لغاية دلوقتي ياريت ما تنسيش اللايك عشان بيرفع الفيديو. بعد كده زي ما انتوا شايفين اتكونت معايا غرزة رباعية، محتاجة بس ان انا اشد طرفين الخيط اهو، بيكون شكلها كده. تمام، انت كده شغالة مظبوط.
يبقى انا هبتدي بقى اكمل الصف ده عبارة عن غرز رباعية من اللولي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 خرزات من اللولي، الطرف بحط فيه خرزة واحدة بس، تمام، والطرف التاني هبتدي ان انا احط فيه خرزتين، وبكمل الصف دوت بنفس الطريقة. طبعا بيبقى ليها عدد معين لغاية ما ارجع برضو لفتافيت السكر تاني، لان انا عايزة البداية والنهاية عبارة عن 3 خرزات من فتافيت السكر، اللي هم غرزتين يعني من اللولي وفتافيت السكر، لكن الوسط اللي ما بينهم عبارة عن لولي بس. تمام، هكمل الجزء بتاع اللولي ونرجع تاني لشغل فتافيت السكر نشوف هنعمل فيه ايه مع بعض. زي ما انتم شايفين انا هنا عملت ال8 غرز رباعية من اللولي اهو، لو عديت دولت كده هيطلعوا 8. هاجي بقى على الطرف ده وهبتدي ان انا ادخل فتافيت السكر تاني، تمام. باجي على طرف من الاطراف وهبتدي ان انا اضيف واحدة بس من اللولي، والطرف التاني هبتدي ان انا اضيف واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر. يبقى انا كده بدأت ان انا اضيف فتافيت السكر معايا اهو، وطبعا هرجع فيها واعمل الحلقة وابتدي اسحب طرف الخيط التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى انا كده اول ما بعمل الخطوة دي واكمل فيها لازم ابص كده على الجزء اللي انا واقفة عنده والجزء اللي انا نهيت عنده فتافيت السكر، لو شبه بعض يبقى انتي شغالة مظبوط. بصوا الشكل ده والشكل ده مظبوط جدا. هبتدي ان انا اعمل غرزة كمان مكونة من اللولي وفتافيت السكر، بحط في طرف واحدة من اللولي والطرف التاني هبتدي ان انا اضيف واحدة من اللولي وواحدة فتافيت السكر، تمام. برجع فيها مرة تانية علشان ابتدي ان انا اعمل الحلقة او الربطة بالشكل ده، تمام كده. بعد كده هاجي بصوا انا عملت هنا 3 فتافيت سكر، هنا عامله 2 بس فاضل واحده. هاجي على اي طرف من الاطراف عشان اعمل الغرزه الاخيره وابتدي ان انا الخيط بتاعي يتجه للجنب. هحط واحده من اللولي وواحده من فتافيت السكر وواحده كمان من اللولي، وهرجع في الاخيره واعمل الحلقه بتاعتي، تمام، وتبقى بالشكل ده. يبقى انا كده الصف اللي معايا المره دي عباره عن فتافيت السكر وفي النص لولي، تمام. بيكون شكله كده، شكل مظبوط وعدده مظبوط، يبقى تمام. كملي شغل. هاجي على الطرف اللي بره وهبتدي ان انا اعمل، طبعا احنا بما اننا في الجزء ده بتاع فتافيت السكر يبقى انا شغلي برضو بيه، تمام. هاجي على الطرف اللي بره اللي هو ده وهبتدي ان انا اضيف 3 خرزات مره واحده، واحده فتافيت السكر وبعد كده واحده من اللولي وواحده فتافيت. برجع فيها بالشكل بيكون كده، برجع فيها وبعد كده بسحب طرف الخيط التاني، كونت معايا غرزة رباعية بالشكل ده، تمام اهو. باجي على الطرف اللي جوه وبعديه في اللولي اللي عليها الدور، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف فيه برضو الخرز اللي انا محتاجاه، اللي هي واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر. برجع في فتافيت السكر وبسحب طرف الخيط التاني، تمام، لغاية ما الاقي العدد عندي 3 من فتافيت السكر. يبقى انا على طول هشتغل في اللولي. بشتغل في اللولي ازاي؟ بعدي برضو طرف الخيط اللي جوه ده في الخرزة اللي عليها الدور اللي هي برضو لولي، وهاجي على الطرف اللي بره بدل ما كنت بحط واحدة لولي وواحدة فتافيت السكر هلغي فتافيت السكر وهشتغل الجزء ده كله باللولي بس. يعني ايه؟ يعني هبتدي ان انا اضيف 2 من اللولي، تمام. طبعا بسيب واحدة وبرجع في التانية، حتى لو لقيت الشغل اتشد معاكي مفيش مشكلة ابدا، لان هنا في احجام مختلفة، في خارز معايا مختلف، مقاس 8 اللي هو اللولي ومقاس 12 اللي هو فتافيت السكر. فطبيعي جدا ان الشكل ده يبقى مشدود شوية او مش مظبوط، عادي جدا. في النهاية او في التشطيب النهائي الدنيا هتبقى مظبوطة جدا وهتبقى حلوة قوي. بعدي في طرف اللولي اللي عليها الدور، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف برضو 2 من اللولي، صف عادي جدا لكن عبارة عن كل لولي بس، تمام اهو. الطرف اللي جوه بعدي فيه في الخرزة اللي عليها الدور، والطرف اللي بره ببتدي ان انا اضيف 2 من اللولي. بما ان الجزء ده لولي يبقى انا هكمله كله بنفس الطريقة ونرجع تاني مع بعض، تمام اهو. زي ما انتوا شايفين انا كملت الجزء ده كله لغاية هنا لولي. هبتدي ان انا اعدي في طرف الخيط
في اللولي اللي عليه الدور، اللي هي خلاص اخر واحدة. تمام. لكن هنا هبتدي ان انا اضيف بقى فتافيت السكر، بضيف واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر. انتي بالنظر كده بتبصي بتلاقي مثلا الجزء ده كله لولي، يبقى تمام. الجزء ده بدأت ان انا استخدم فتافيت السكر، يبقى هضيفه على طول. تمام اهو. هتلاقوا الصفين شبه بعض بالظبط، يبقى انتي برضو شغالة مظبوط. هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط في اللولي اللي عليه الدور، وهبتدي ان انا الطرف التاني ده هضيف فيه 2، واحدة من اللولي وواحدة من فتافيت السكر. تمام اهو. فاضل كده الغرزة الاخيرة، واللي دايما انا بشتغلها العكس. يعني ايه؟ يعني بشتغل في طرف الخيط اللي بره، عشان انا دايما عايزة الخيط بتاعي ينهي لي الجزء ده وكمان يبقى في الجنب. فبعدي طرف الخيط، ونفس طرف الخيط اللي انا عديته هحط فيه الخرزتين، واحدة فتافيت السكر وواحدة باللولي، عشان يبقى ترتيب الشغل معايا مظبوط. برجع في اللولي وبسحب طرف الخيط التاني، هلاقي الصفين معايا خلصوا خلاص. هبتدي ان انا اعمل صف تالت. يعني انا الجزء او الشغل اللي انا عاملاه ده محتاجة منه 3 صفوف شبه بعض وجنب بعض. وعلشان ابتدي صف جديد هبتديه زي ما بدأت الصف التاني بالظبط، هعمل الصف التالت نفس الخطوات ونفس الطريقة. وبعد ما عملت الصف التالت بنفس الخطوات بتاعت الصف التاني اهو، هبتدي ان انا اقفله، عشان انا برضو عايزة الخيط بتاعي يجي على جنب، برغم ان انا مش هعمل صف تالت بنفس الطريقة ابدا. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. اهو هلاقي ان انا معايا الصفين، او قصدي ال3 صفوف شبه بعض وجنب بعض. تمام اهم، بيكون شكلهم كده. هبتدي ان انا اقفلهم بالشكل ده على بعض كده، عشان انا عايزة يبتدي بقى يديني شكل الايد اللي انا محتاجاها اهو. تمام. ولسه طبعا الخيط طالع معايا من الجنب اهو، طالع من واحدة من اللولي. ولو مش معاك الخيط ونهيتيه، هتبتدي ان انت تضيفي الخيط في واحدة من اللولي دول، وهاجي على طرف الخيط اللي بره، وهبتدي ان انا اضيف واحدة من فتافيت السكر. وبعد كده هعدي في اللولي اللي قصادها على طول، بحيث يبقى الشكل معايا كده. تمام. وبعد كده بضيف في النص هنا واحدة من فتافيت السكر، بما اننا اتفقنا ان احنا هنا في الجزء ده شغالين فتافيت السكر، فانا محتاجة 3 من فتافيت السكر علشان يبقى شبه الجوانب التانية. تمام اهو. ابتدي ان انا اسحب الشغل بتاعي. بعد كده معايا طرفين الخيط، بعديهم واحدة في اللولي من الجنب ده، والجنب التاني هبتدي ان انا اضيفه برضو بكل سهولة. بعديه كده في اللولي، وبعد كده بضيف واحدة بس من فتافيت السكر. تمام. يبقى انا كده شغلي مظبوط. طيب هكمل بقية الجنب ده او بقية الصف ده كله عبارة عن لولي. ولما يجي المسافة او القطعة اللي احنا هنشتغل فيها فتافيت السكر، برضو هضيفها بكل سهولة. يعني انا خلاص كده خلصت ال3 بتوع فتافيت السكر اهم، شبه بعض كلهم زي بعض، يبقى انا كده شغالة مظبوط. ببتدي ان انا اعدي طرف الخيط في اللولي اللي عليه الدور، وطرف الخيط التاني برضو في اللولية اللي عليها الدور. لكن هنا هبتدي ان انا اضيف لولي بس. يبقى زي ما انا الجزء اللي في النص ده اشتغلت باللولي، دلوقتي برضو هشتغل باللولي بس، وهقفله بواحدة بس من اللولي لغاية ما اخلص الجزء ده كله بنفس الطريقة. تمام. خلاص انا خلصت الصف اللي في النص ده كله باللولي. وبعد كده لما لقيت ان الجزء بتاع فتافيت السكر بدأ يظهر معايا، كملته برضو ب3 من فتافيت السكر ونهيت الخيط بتاعي. وطبعا العقدة او الربطة عملتها في الجنب، علشان انا ال4 خرزات اللي تحت محتاجاهم، عشان انا دلوقتي هبتدي ان انا اركبهم في القلاب بتاع الشنطة. ببتدي ان انا امسك الشنطة بالشكل ده والقلاب، وبعد الغرز. طبعا بسيب غرزتين من الجنب، يعني غرزتين كده. بصوا، طبعا ده اول صف. تاني صف انا بشتغل على تاني صف، بسيب الصف ده وبشتغل على تاني صف على طول، اللي هو لما بعد الشنطة بيبقى بالمستقيم ده او الخط ده. تمام. بحيث ان انا لو عملتها ورا او قدام هتدي شكل مش حلو ابدا للشنطة. فانا هسيب اول غرزتين رباعيين وهشتغل على التالتة. تمام اهو. غرزة رباعية دي هلزقها في الغرزة الرباعية دي. هنركبها مع بعض ازاي اهو. بصوا، بحب ان انا اشرح لكم الاول الفكرة وبعد كده ننفذ مع بعض. تمام. كل اللي انا بعمله زي ما اتفقنا، احنا خلاص حددنا المكان اللي احنا هنشتغل فيه. الصف التاني الغرزة التالتة اهو. سيب دي ودي وهشتغل على دي. بما اني هشتغل على دي، هبتدي ان انا اعد كده. هي دي
هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط، طبعا برضو انا شغاله بخيط مقاس 60. هبتدي كده ان انا اعدي طرف الخيط بالشكل ده في الخرزه اللي هي فتافيت السكر دي. تمام، شايفين الخيط بيعدي بسهوله وكل الدنيا سهله ازاي رغم ان فتافيت السكر، علشان الربطات والعقد بتاعتي انا بحاول دايما اتفاداها تيجي في اماكن انا لسه هشتغل فيها. عايزه ايه يا لوز؟ تمام، هيكون كده معايا طرفين الخيط، هاجي على كل طرف من الاطراف وهبتدي ان انا احط واحده بس من اللولي. تمام، يبقى انا معايا في الخيط واحده فتافيت السكر اللي انا عديت فيها، ومعايا في كل طرف واحده من اللولي اللي انا لسه ضايفاهم، ومعايا دلوقتي واحده من فتافيت السكر دي اللي انا هرجع فيها واتعامل معاها كانها خرزه في ايدي مش شكل قصادي. هبتدي ان انا اعدي فيها كده وارجع فيها مره تانية بحيث ان انا اعمل الحلقه بتاعتي واسحب منها طرف الخيط التاني اللي انا حطيت فيه واحده بس من اللولي. يبقى انا كده بشتغل كاني بعمل غرزه رباعيه عاديه خالص، لكن كل اللي انا بضيفه 2 من اللولي، وبستخدم 2 فتافيت السكر، واحده في جسم الشنطه وواحده في الايد. تمام، بمجرد ما بتشدي طرفين الخيط بتتكون معاكي غرزه رباعيه، وفي نفس الوقت خليتك ان انتي تركبيهم الاتنين مع بعض. اهي بص الغرزه الرباعيه اهي. هاجي على الطرف الجانبي ده وهبتدي ان انا اعديه في الخرزه اللي هي فتافيت السكر اللي في ايد الشنطه ذات نفسها. تمام اهي، نقربها تاني ونعيدها تاني مع بعض. اهو شايفين فتافيت السكر اللي فوق دي اهو، بعدي فيها كده طرف الخيط وبسيبه وبلف الشنطه بتاعتي، واجي على نفس طرف الخيط اللي انا شغاله بيه بعديه برضو في فتافيت السكر اللي هي فوق دي. تمام، اصبح كده طرفين الخيط بتوعي جاهزين ان هما يلزقوا بقى او يركبوا الجزء التاني. هيتركبوا ازاي؟ بنفس الطريقه برضو هبتدي ان انا اجيب خرزتين من اللولي واحط في كل طرف من الاطراف واحده من اللولي. يبقى انا العامل الرئيسي بتاعي هنا اللي بيخلي تركيب الشنطه سهل هو اللولي، عباره عن 4 خرزات، ضفت 2 وادي 2 تانيين كل طرف من الاطراف. هبتدي ان انا اضيف واحده بس من اللولي. تمام، بعد ما عملت الخطوه دي اهو، هبتدي ان انا اجي على فتافيت السكر بقى اللي عليها الدور في الشغل، اللي هي اهنو اللي هي قصاد اللي احنا ركبنا فيها الخيط من البداية خالص، اللي هي بتاعت الغرزة الرباعية اللي احنا شغالين عليها اصلا من البداية، او اللي هي القاعدة بتاعتي اللي انا شغالة عليها من البداية في القلاب بتاع الشنطة. هعدي فيها وارجع فيها مرة تانية بنفس طرف الخيط كده بحيث ان انا اعمل الحلقة. تمام، بعد كده هبتدي ان انا اعدي طرف الخيط من الحلقة دي، طرف الخيط اللي محطوط فيه لولاية واحدة بس، هبتدي كده ان انا اعديه في الحلقة اللي انا لسه عاملاها واسحب طرفين الخيط، هتتكون معايا غرزة رباعية وفي نفس الوقت ركبت لي برضو الجزء دوت في الشنطة اهو. بصوا بمجرد ما بتشدوها بتبقى متماسكة جدا معاكي وشغلك بيكون مظبوط. كل المطلوب مني دلوقتي ان انا اثبت العقدة او الربطة اللي انا لسه عاملاها حالا واتوه الخيط وانهيه. هتوهي الخيط بكل سهولة لان احنا شغلنا برضو كده مظبوط، وفي نفس الوقت معايا مساحة مش عاملة عقد او ربطات هنا خالص. هبتدي ان انا ارجع في اللولي او في فتافيت السكر او في الغرزة الرباعية اللي هي في القاعدة بتاعتي. تمام، برجع من الجزء ده والجزء التاني كمان اللي هو الخيط او فردة الخيط التانية برجع برضو فيها بكل سهولة، بحيث فردتين الخيط يتقابلوا مع بعض وانهيهم واربطهم بكل سهولة. وبكده تكون اتركبت الايد بتاعتي، وعايزه اقول لكم متماسكه جدا جدا. نفس الخطوات اللي عملتها هنا هكررها هنا تاني. اهم حاجه بختار المكان اللي انا هشتغل عليه، ونفس الصف اللي انا اشتغلت عليه ايد الشنطه من البدايه برضو هياها، وهبتدي ان انا اركبها بكل سهوله ما فيهاش اي مشكله. زي ما انتم شايفين انا كده ركبت الايد بتاعه الشنطه. كل اللي انت هتعمليه بقى دلوقتي هركب القفل وتركبي اللوجو. طبعا هي ملهاش ايد خلاص كده ولا سلسله ولا حاجه، عايزه تعملي لها مفيش برضو مشكله خالص. هتركبي حلقتين سهله الفتح من الجنب وفيها السلسله بتاعه الشنطه اللي هي مثلا سلسله ألمونيوم او معدن، او لو عايزه تعملي ايد شنطه بالخرز برضو مفيش مشكله خالص، براحتك. دي حاجات اختياريه. كمان لو عايزه تعملي بطانه للشنطه رغم ان هي بجد مش محتاجه لانها يعني المسافات بتاعتها مش واسعه فهماني، وكمان لسه هتعملي لها قفل فمش محتاجه بصراحه بطانه ولا اي حاجه، هي حلوه قوي كده.
وكالعاده هستنى رايكم. حبيت ان انا قبل ما اقفل الفيديو اقول لكم تقدروا تتابعوني دلوقتي على صفحه القناه فيسبوك، بحيث انك تقدري تبعتيلي الستايلات او الاشكال اللي حابه ان احنا ننفذها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. وانا والله بشتغل بترتيب، بحيث ان انا بيبقى معايا اوردرات لازم تتسلم الاول، فاكيد طبعا شغلي كله بيبقى فيها، وبمجرد ما بخلصها بفر كده وبشوف الدنيا ايه، بشوف الناس اكتر حاجه طالبينها ايه، وببتدي ان انا اعملها معاكم في فيديوهات على القناه. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا والسلام عليكم.